حبايب قلبي اللي في سنة تانية ابتدائي، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنشرح مع بعض الدرس الاول من منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. عندنا اول درس بيقول ايه؟ قراءة وجمع وتمثيل البيانات وتفسيرها ومقارنتها. مش اسماء العنوان الطويل ده، انا عايزه افهم يعني ايه. بصي يا شطور، احنا عايزين نعرف ازاي نجمع البيانات. يعني إيه ازاي نجمع البيانات؟ انا دلوقتي جيت في الفصل عندكم وجيت قلت لكم كل اللي بيحب التفاح يقوم يقف. لقيت 5 طلاب منكم بيحبوا التفاح، 5 بيحبوا الايه؟ التفاح. طيب انا قلت لكم طب انا لسه عايزه اجيب لكم فاكهه تانية اصلا. ليكوا اجيب ايه تاني؟ لقيت قالوا لي يا مس اسماء احنا بنحب الموز. طب قلت طب خلاص اللي بيحب الموز يقوم يقف. لقيت 3 بيحب الموز. بس انا لسه عايزه اجيب لكم فاكهه تاني، قولوا لي عايزين ايه؟ لقيت ناس بتقول لي مس اسماء احنا بنحب البرتقال. طب اللي بيحب البرتقال يقوم يقف. لقيت 8 بيحبوا البرتقال. ايوه مس اسماء فين الدرس؟ برضو احنا عرفنا مين اللي بيحب التفاح، مين اللي بيحب الموز، مين اللي بيحب البرتقال. فين الدرس؟ هو ده الدرس يا شاطرين. الدرس بيقولك احنا بنجمع بيانات على الحاجه اللي انا مثلا عايزه اجيبها. انا عايزه اجيب فواكه واوزعها عليكم، او عايزه اشوف اللي في الفصل بيحبوا قد ايه من الفواكه. هعد وهحسب وهنشوف واحده واحده. دي جمع البيانات. مجرد ان انا عرفت انا معلومات عن حاجه معينه، بعملها بقى ايه؟ في صورة رسم بياني. يعني ايه صورة رسم بياني يا مس اسماء؟ الشكل اللي قدامك ده هو ده تمثيل بياني بالأعمدة. تمثيل بياني بالإيه؟ بالأعمدة. والأعمدة واقفة يعني رأسي. تمثيل بياني بالأعمدة بشكل رأسي. ماشي؟ طب يلا واحدة واحدة ركزوا معايا عشان نكمل باقي الدرس. أنا عندي هنا أول تمثيل بياني بالأعمدة الرأسية كان عن ألعاب الكرة المفضلة. يعني أنا دلوقتي جيت قلت لكم في الفصل يا حلوين مين فيكو بيحب كرة القدم؟ لقيت 3. لا لقيت 7 رافعين ايديهم. لقيت 7 رافعين ايديهم. جيت عند الرقم 7 كده ولونت الأمس. بص لونت كده، لونت هو زي ما هو ملون لحد رقم 7. طب قلت لكم مين بيحب كرة السلة؟ قلتولي 3 بس رفعوا ايديهم. لونت لحد رقم 3. مين بيحب الكرة الطائرة؟ مين؟ 5 رفعوا ايديهم. مين بيحب كرة اليد؟ 2 رفعوا ايديهم. مس اسماء انت عرفت المعلومات دي منين؟ اهو انا عندي التمثيل البياني اللي بقدر اعرف منه كل المعلومات دي. عندي تحت هنا انا كاتبة العاب الكرة، اسم اللعبة او اسم الحاجة اللي بعمل فيها المقارنة. عندي هنا كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد. طب وهنا يا مس اسماء بكتب ايه؟ عدد التلاميذ. مش انا قلت لكم انا في الفصل دلوقتي؟ يبقى انا بحسب ايه؟ عدد التلاميذ. طب بحط العنوان اللي انا بعمل فيه المقارنه فين؟ اهو بحطه هنا، العنوان اللي بيوضح الغرض من التمثيل البياني. طب بصوا بقى، خلونا نحفظ كمان حاجة. احنا عندنا 2 محور في التمثيل البياني. عندنا محورين، محور رأسي، الرأسي يعني واقف. الرأسي يعني ايه؟ واقف. محور أفقي، أفقي يعني نايم. أفقي يعني ايه؟ نايم. محور رأسي ومحور أفقي، محور رأسي ومحور أفقي. عندي دلوقتي طب وببتدي هنا اكتب ايه مس اسماء؟ الارقام. ببدأ هنا من الصفر. بعد كده كتبت 1 2 3 4 5 6 7. دايما يا مس اسماء هبدأ بالصفر. دايما هبدأ من الصفر. بص هنا اول خط ده دايما الصفر. طب بعد كده دايما هبدأ من الواحد. احنا هنشوف، استنوا شوية وهنشوف في تكملة الدرس. يبقى احنا عرفنا ان احنا عندنا كام خط؟ عندنا خط افقي وخط محور افقي ومحور رأسي. يبقى عندنا محورين بنكتب هنا اللي بنجمع عليهم البيانات. يعني هنا كاتبين عدد التلاميذ. طب هنا كاتبين الاسم المجموعات، اسم الأساسية المجموعات اللي بنمثلها. وهنا العنوان اللي بيوضح التمثيل البياني ده أصلا عن ايه. تعالوا نقلب الصفحة. بسم الله. هنا بيقولك بقى ايه؟ في استطلاع رأي لمعرفة ألعاب الكرة المفضلة لدى مجموعة من التلاميذ. اختار كل تلميذ اللعبة المفضلة وعبر عنها كما بالشكل. احنا عندنا في كذا نوع من الكرات. احنا قلنا هنا بنكتب انواع
بنكتب هنا العنوان الرئيسي، بنكتب هنا العنوان الرئيسي اللي هو بيتكلم عن الايه، بيتكلم. احنا كنا كتبنا ورا، يا ازاي اللي ورا هنا كان بيقول لك هنا، لا دي الاجابه احنا مخبينا. هنا بنتكلم عن الالعاب الكره المفضله. طب وبعدين انا عندي هنا كم نوع من الكره يا مس اسماء؟ انا عندي هنا كره القدم، وعندي هنا كره السله، وعندي كرة اليد. عندي 3. بصي حتى هو عامل لي مس اسماء كام عمود؟ 1 2 3. احنا قلنا العمود اللي واقف ده اسمه عمود ايه؟ سامعاكي اللي بتقول عمود رأسي، برافو عليك. هنا هنكتب كرة قدم، كرة يد، كرة سلة. ابتدي اعد بقى واحدة واحدة. انا عايزة نجيب حاجة نخبي بيها هنا. انا عندي كام حد بيحب كرة القدم؟ 1 2 2 3 4 5. 5 باستثناء بيحبوا كرة القدم. ألون 5 لحد ما أوصل رقم 5. أنا هطلع قابلت رقم 5 أهو. لحد فين؟ أمشي كده عشان أوصل للخط وألون. هلون ده كله. طيب كرة اليد، كرة اليد كم واحد بيحب كرة اليد؟ تعالي نعد يا مس أسماء. 1 2 3 4. 4 يا مس أسماء بيحبوا كرة اليد. أطلع لحد ما أقابل رقم 4. رقم 4 أهو. أمشي بيه كده عشان أوصل لرقم 4 وألون ده كله. عندي كرة السلة، كم واحد بيحب كرة السلة؟ 1 2 3. أطلع لحد ما أوصل رقم إيه؟ 3. استنوا، 3 هنا أهو. ولون. بيقولك بقى المطلوب هنا ايه؟ تمثيل هذه البيانات بالأعمدة، ومعرفة اللعبة الأكثر تفضيلا. يعني ايه اللعبة الأكثر تفضيلا؟ يعني أكتر لعبة بيحبوا يلعبوها كانت ايه؟ أكتر، يعني هنا احنا ما كتبناش هنا عدد التلاميذ. أكتر لعبة هنا ايه كانوا بيحبوا يلعبوها؟ كرة القدم، صح ولا لأ؟ طب وأقل لعبة؟ كرة السلة. تعالوا نتأكد من إجابتنا هنا. اكتر لعبة كانوا بيحبوها كرة القدم، واقل لعبة كانت كرة الايه؟ السلة. انا عايزاكم تحلوا، يعني تحلوا ده لوحدكم وتبعتوا لي الاجابة بتاعته على الايه؟ على الفيسبوك بتاعنا. يلا تأسيس. نقلب هنا. هنلاقي هنا يا مس اسماء احنا قلنا ان احنا عندنا محورين، محور واقف، محور رأسي، محور نايم، محور افقي. عندنا كم محور؟ عندنا محورين، محور واقف، محور رأسي، محور نايم، محور افقي. طيب برضو بما اني قلت ان احنا عندنا محورين، محور رأسي يعني واقف، ومحور افقي يعني نايم، انا عندي بقى برضو في الرسم البياني ممكن امثل بأنهي تمثيل يعني على حسب هو جايب بايه. ممكن يبقى برضو أعمدة رأسية واقفة، أو الأعمدة أفقية يعني نايمة. يعني كده رأسي وكده أفقي. هما الاتنين مختلفين طبعا، بس الاتنين عليهم نفس المعلومات. أهو مثلا هنا البطة، احنا واصلين لحد كام؟ بص بمشي كده 5، عددها 5 في المزرعة. طب هنا البطة برضو لما يجي هنا عددها 5. نفس المعلومات بس الاختلاف الشكل مش اكتر. وهنا برضو ده تمرين عليها. بيقول لك هنا بالتمثيل البياني ده، احنا قلنا اسمه بقى تمثيل بياني ايه؟ بالاعمده. الاعمده هنا افقيه ولا راسيه؟ الشاطر يكتب لي تحت في الكومنتات ده نوعه ايه. بيقول لك ما هو اكثر حيوان يتم تربيته في المزرعه؟ ببص على الالوان اللي اكتر واحد اكتر واحد اكتر واحد اكتر واحد اكتر واحد اهو. برافو عليك، ده 9. يبقى اكتر واحد فين؟ الدجاجة. اكتر واحد الايه؟ الدجاجة. طب ما هو اقل حيوان يتم تربيته في المزرعة؟ اقل حيوان اهو البقر. كم يزداد عدد الدجاجة عن البط في المزرعة؟
مس اسماء، ده كام يزيد؟ كام يزيد يعني ايه يزيد؟ هقول لك ركز معايا، في حاجتين عايزاك تعرفهم، في حاجتين عايزاك تعرفهم في الحصة دي. كلمة يزيد وكلمة إجمالي. يزيد وإجمالي، أنا دايما معلمة عيالي إن أقول لهم إن كلمة يزيد، يزيد يعني هطرح. يزيد يعني إيه؟ هطرح. إجمالي يعني هجمة. إجمالي يعني إيه؟ هجمة. بيقولك كم يزيد عدد الدجاج عن عدد البط في المزرعة. يزيد يعني إيه؟ هعمل إيه؟ هطرح عدد الدجاج عن عدد البط في المزرعة واجيب الناتج. طب بيقولك رتب الحيوانات من حيث عددها في المزرعة من الأقل عددا إلى الأكثر عددا. ده اسمه ترتيب ايه؟ الشاطر برضو يكتب لي في الكومنتات ده اسمه ترتيب ايه، يعني رتب ايه. اكتبوا لي في الكومنتات عشان اعرف ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو كامل. بسم الله. دي طبعا تمرينات اللي موجودة في كتاب سندباد رياضة صف الثاني الابتدائي. هنزلها لكم برضو على الجروب عشان تحلوها، وهستنى ان انتوا تبعتولي صور حلها على جروب الفيسبوك. ودي كانت حلقة النهاردة من كتاب سندباد لمادة الرياضيات الصف الثاني الابتدائي. انتظروا بقية الحلقات، ولو وصلتوا لهنا اكتبوا لي اسم ابنكم اللي بيتابع معانا حلقات في الكومنتات علشان يشارك معانا في شرح الحصة الجاية ونذكر اسمه معانا. باي باي.